قدام حضراتكم دلوقتي ده كان لابس احمر، جري عليا ومسكني من الشميز اللي انا كنت لابساه وقال لي اتصلي بيهم دلوقتي، اتصلي بيهم دلوقتي، نزليهم يا بنتي كذا كذا، وشتمني شتايم وحشه جدا جدا. طبعا بكل رعب وبكل خوف رحت مسكت التليفون بتاعي وانا بترعش ماشي، اللي هي هنا دي تمام على الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف دلوقتي الواقعة بالتفصيل. الواقعة دي حصلت في الجيزة في الطلبية في منطقة اسمها ترسا. البنت ديت كل يوم تاخد بعضها وتنزل وتروح الشغل وترجع وهي في حالها، ولكن حصل ان في مرة من المرات يعني شجار ما بينها وبين واحدة من الجيران. على ايه بقى الله اعلم. يعني ساعات كده ممكن تلاقي الواحد يبقى في حاله وتلاقي نفسه وقع في مشكله مع الجيران. ممكن حتى لو تقول له صباح الخير يقول لي يا اخي انت بتقول لي صباح الخير ليه يا اخي؟ مالكش دعوه بيا يا اخي، صباح الخير ايه يا عم، غور يا عم انت. ايوه ساعات في ناس كده. قدام حضراتكم دلوقتي ده كان لابس احمر، جري عليا ومسكني من الشميز اللي انا كنت لابساه وقال لي اتصلي بيهم دلوقتي، اتصلي بيهم دلوقتي، نزليهم يا بنتي كذا كذا، وشتمني شتايم وحشه جدا جدا. طبعا بكل رعب وبكل خوف رحت مسكت التليفون بتاعي وانا بترعش ماشي، اللي هي هنا دي تمام على الباب. على الباب هنا. قالت لهم الحقوا دي ما تطلعش فوق، دي هاتوها لي، نزلوها لي، قلعوها لي ملط هنا في نص الشارع، طلعوها لي بره. تمام، اول ما هم قالوا كده، اول ما هي قالت كده كلهم بقى اتحركوا، حرضتهم. اخويا بقى جري عليا قال اطلعي انت بسرعه، اطلعي انت بسرعه ماشي. بص الهجوم بقى، بص تمام. ام محمد دي مرات الحارس سمعتها وهي بتقول كده، طالعه تجري عليا عشان تدخلني الاسانسير وتقفل عليا. لما الست قالت كده طالعين يجروا عليا جوه الاسانسير، بيفتحوا الاسانسير عشان يشدوني يطلعوني دي بره. لحظه تعدي عليك. ودي عماله تقول لهم بس بقى دي في حريم جوه ما ينفعش. قال لهم مالناش دعوه، مالناش دعوه، احنا هنخرجها. عايزين يعملوا زي ما والدتهم عادي. بيدخلوا جوه الاسانسير يضربوني جوه ويشدوني في الاسانسير. ده والدي، ده هنا كده والدي، عملوا يقول لهم في ايه ويشدوهم اطلعوا بره. وده ابوها اللي هو ده هنا ابوها عمال يشتم ويقول اطلعي يا بنتي كذا، يا بنتي كذا، يا بنتي كذا. وبيحاولوا يفتحوا الباب ماشي. هنا كل دول. دي طبعا الست اللي حرضت العيال وقالت لهم ان هم يجيبوني علشان يقلعوني. واما المواقع الاخباريه بقى كتبت عنهم، اجرت النيابه العامه بجنوب الجيزه الكليه تحقيقا استمر 4 ساعات كامله مع طالبه ترسا المجني عليها في واقعه اقتحام 20 شخصا لعقارها بعد الاعتداء على الفتاه ووالدها واخوها. وقالت الفتاه نور المجني عليها انها اثناء عودتها الى منزلها فوجئت بعدد كبير من الاشخاص يقفون امام منزلها بمنطقه ترسا بالطلبيه مشيرين اليها، ثم هاجموها فجاه فاتصلت بوالدها تستغيث به ليسرع إليها. وفور وصوله ومحاولة إدخالها العقار للصعود إلى أعلى اقتحم الأشخاص البوابة الحديدية بعد خلعها، وحاولوا التعدي عليها مرة أخرى إلا أن والدها تصدى لهم فانهالوا عليه بالضرب. وأضافت الفتاة خلال التحقيقات أنها سمع السيدة كانت برفقة المتهمين تشير إليها قائلة هي دي هتطلع كده من غير حاجة، هاتوها قلعوها هدومها في وسط الشارع، ازاي هتخلوها تطلع كده من غير حاجه؟ انا عايزاكم تطلعوها لي بره وتطلعوها لي في وسط الشارع. الا ان والدها انقذها من هذا المصير المفزع، مؤكدا انها لا تعلم سبب ما حدث لها. وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على شخص وأبنائه بمنطقة ترسا بالطلبية. ونجحت قوات الأمن في ضبط مرتكب الواقعة في إطار جهودها لكشف تفاصيل الحادث. أشكركم جدا، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.